السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غنوجد معكم واحد الشلاضة باردة ومنعشة في هذا الصيف هذا. كما كتشوفوا هنايا عندي جوج بطاطات مسلوقين، وعندي بصلة مطقطقة ستيتوا طروفة ستيتوين، وعندي واحد لاطا د التون كما كتشوفوا في الفيديو. عندي بطاطا مسلوقه. بالنسبه للبطاطا ما تسلقوهاش بزاف باش مني نخلطوها ما تعجنش مع بعضيتها، كنخليوها واقفه شويه غير طيب، نزولوها ونعملوا لها الماء بارد ونخليوها في واحد الصفايه حتى تقطر من الماء. هنايا غادي نزيد شويه المعكنوس. معكنوس كيجي منعش في هاد الشلاضه هاديه، وهاد الشلاضه متغيره ماشي فحال الشلاضه اللي كنعدلو دائما. خليكم مع الفيديو حتى الاخر باش تشوفوا المقادير اللي عدلنا فيها. الصراحه كتجي غزاله وفنه. هنايا كما كتشوفوا عندي لي غوستينوس ولا غامبا، قطعتها طروفه ستيتوين. بالنسبه للقلمبه بغيتو تزيدوها ما بغيتوش ما تزيدوهاش، ولا عندكم في الدار ولا ما عندكمش بلا ما تعملوها. هنايا غادي نزيد مايز، الذره كما كتشوفوا معلبه حتى هي غادي نزيدها. كيجيو الالوان، وهنا غادي نعطرها بشويه ديال الابزار، معلقه صغيره د الابزار كما كتشوفوا. وهنايا غادي نعمل شويه د الملحه حيتاش بطاطا سلقتها مع الملحه، وعاود خليوها حتى الاخر باش تشوفوا واش فيها ملحه ولا ما فيهاش. هنايا عندي كورنيشو، والكورنيشو على حسب الذوق ديالكم، ولا كتعجبكم الحاجه حامضه زيدوا حتى 3 4 ماشي مشكل. انا هنايا عملت غير جوج، وهيداك جات لي حامضه شويه شلاضه. ومع كذلك بغيتو تزيدوا فيها حتى شويه ديال العصير د الليمون، انا ما زدتوش، اكتفيت بكورنيشو وشويه ديال الزيتون حتى هو مالح وحامض. صافي هنايا بالنسبه للكورنيشو حكيتو باش ما كيبانش في الشلاضه، على حسب العيال اللي عندها الوليدات ما كيبغيوش شي حاجه من الاحسن نحكوها ما كتبانش. صافي هنايا بغيتو تقطعوها طروفه ستيتوين قطعوها، بغيتو تحكوها بحال اللي عملت انا احكوها، لكم الاختيار. صافي هنايا كما كتشوفوا كنحك كورنيشو كامل، هذه الحكاكه الرقيقه كاع. صافي هنايا حكيت الكورنيشو، صراحه هو كيعطي المذاق مزيون ما بين الحموطه والملوحيه. وهنايا جبت واحد 4 حبات الزيتون، ما عملتش بزاف د الزيتون. صافي حتى هو الزيتون مرقد في الملحه والليمون حتى هو كيجي حامض. وانتم لكم الذوق، كتقيسوا ولا بغيتو تزيدوا كورنيشو تزيدوا الزيتون كتزيدوه. هنايا كنقطعوا طروفه ستيتوين كما كتشوفوا. وهنايا غادي نزيد بالنسبه للتوابل اللي عملناها، هنايا غادي نزيد زيت الزيتون عفوا، 2 معالق زيت الزيتون. ما عملتش زيت المائده، عملت زيت الزيتون، الصراحه كتجي مزيونه في الشلاضه. وهنايا غادي نزيد معلقه كبيره مايونيزا. عليها في الاول قلت لكم ما تعملوش ملحه بزاف حيت مايونيزا مالحه، كورنيشو الزيتون الصراحه كاين ملحه، حتى كنقيسو في الاخر ناقصه ملحه كنزيدوها. صافي هنايا كما كتشوفوا كنخلطوا الشلاضه ديالنا، هذا هو الخليط ديالنا كما كتشوفوا. وهنايا غادي نجيب الطبسيل باش نقدم فيه الشلاضه ولا نكب فيه الشلاضه. بالنسبه للطبسيل انا جبته كبير، وانتم لكم الاختيار، عملتوا شي وجبه رئيسيه بغيتوا تعملوها في طبيصله التتوين كمرافقه، ولا بغيتو تعملوها في الطبسيل الكبير كتعملوا كميه كبيره على حسب الافراد العائله ديالكم، كتعملوا الطبسيل الكبير وكتاكلوه شي حاجه خفيفه في الصيف. نتوما عارفين بنادم في الصيف ما خصوش مرقه، ما خصوش ديك حاجه ثقيله، كنعدلوا هذه خفيفه مشبعه صراحه وصحيه، مشبعه تاكله والصراحه فنه. وهاد الشلاضه هادي متغيره على الشلاضه اللي كنعدلو دائما، بطاطا الروسه وشويه د الجعده وشويه د مايونيزا وشويه ديال مايونيز وشويه ديال الذره، هذه متغيره كما كتشوفوا.
هذه كتجي خفيفه ومزيونه، بطاطا وفيها غير شويه ديال الكورنيشو، شويه ديال الذره، شويه الكامبا اختيار، الا بغيتو تعملوها ما بغيتوش ما تعملوهاش. وبصيله بيضاء، الصراحه جا فيها المذاق مزيون. وهنايا التزويق عملت غير شويه ديال المايز، لكم الاختيار، بغيتو تزيدو ما بغيتوش. انا خليته من لاطا ميز النص عملته لداخل، النص زوقت به هيدا، وانتم لكم الاختيار. وهذا هو الطبق ديالنا، ولا هذا هو الطبسيل ديالنا ديال الشلاضه. كتجي منعشه وبارده في هذا الصيف هذا. وحتى ولا مشيتو تغديتو على برا كديوها في التشوبينه ديالكم، ولا مشيتو للبحر كذلك بيسينا، مهم عملتو شي بيكنيك على برا كتعدلوها كتوجدوها وكتعملوها في التشوبينه. الصراحه كتجي مزيونه. وهنايا الحبايب ديالي وصلنا لنهايه الفيديو. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليوصلكم كل جديد، وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الاهل